تفهم بالعربي اذا تفهم بالعربي امك ما لحظه سي بشير لحظه يا سي بشير لحظه هو معناتها امك مسلمه جزيريه يعني تتكلم بالعربي خاطر رضاعة التحليب نتاع امك يعني تتكلم تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس احنا اليوم مانيش نخدم تحت غطاء اي جروب، احنا اليوم من الشعب، احنا جروب الشعب. انا هكا وجهي معروف ماناش نعرف بفلسطين العمل، نحن هنا ليس لفلسطين العمل، رانا هنا نشاركوا في الثورة. احنا نشاركوا في الثورة، نحتفلوا بالانجازات اللي حققتها تونس. مانيش نعرف بفلسطين تاع خدمة نقول لك جبني في سهرية. تحيا تونس. تحيا تونس. ابراهيمكم اعطيني شرب والله. شايف هلما العزيزة هذه هلما الشعب. والله يا وليدي باش نروح نسكن بعيد. ان شاء الله كل في صدر من القلب ويفضل القلب والحب بيصبح والله نحن مبارك بالسلام وبالوفاء وبالجميع. بالطبيعة بالليل نجي نسهر معاك. بالليل نجي نسهر معاك. ماني عندي لا الديمقراطية انه تاخذ حريتي وتبدا حرية غيري. انا تويت عندي زوجات احمد نوبة بركة يا شيخ احمد. لما تخرج جينا احتفلنا بطريقتنا ضربونا تهمشوا علينا مسألة الأحسان تاع النظام السابق والتهم اللي تصبح الناس مسألة ويحبوا يعملوا لنا فتنة بين التوانسة. احنا ضد هذا جيبوا توا على الدكتور عندنا شركة احنا دولة تونسية لغتها عربية ودينها الإسلام وهذه هويتنا. احنا إسلامنا متفتح. دليل هذا هاني كنت نسلم على فرنساوي والفرنسا مش قتلونا وقتلونا بلادنا وجدالنا هاني نسلم عليها لا خوف من الإسلام. هذا الترويج نتاع الإسلاميين والإسلاميين وندري شنو. احنا نحب الوليد هذا شوفوه يجي بحذايا ما تخافش. انا الوليد هذا نحبك يعمل شعره هكا. انا كي يعرضني بالشارع نقول له تصلي ولا ما تصليش؟ نقول له عود صلي راهو يصلي يدخل الجنة. خلي ليه بعد الوقت مش نحبوا وخاطروا نحبوا علاش؟ خاطروا تونس خاطروا منين ولد تونس. هاي سيدي مرحبا بكم. كنت تصور فيه الشخص اللي كنت تصور فيه معناها سواد ديزون يعمل في حزب لطيف. انا نعرفه شخصيا في جامعة زيتونة ينم في الحصرة، ودوره كان في جامعة زيتونة تقليق المصلين وبث البلبل داخل المسجد وما يخليش الناس تمارس حريتها الدينية على بلغة أخرى. شيء الشخص هذايا يخدم مع ناس معينين اللي هي الشعب. شكرا هو؟ والله الاسم ما نعرفوش، ما نعرفه كشخص موجود في الجامعة الزيتونة. جيت نتكلم فيه الآن قلت له راهو يا حبيبي راهو ما يجيش حزب لطيف تعملوا في تجمع معمول تاع شباب يعملوا في مطالب وطنية ويتكلموا على أمور تخص البلاد وكذا. كان رده اللي أنا نحب نعبر على فرحتي وأنا شخص موسيقي فنان. قلت له راهو الفن مجاله مش هنا. فالتفوا بيا مجموعة كانت تحمي فيه وهدوني بالضرب. نحى مرايات ونعمل لك ونفعل لك ما تشبتش منها وناس في حالة معناها بتاع كذا. قلت له راهو ما يجيش حتى باللياقة والأسلوب النظيف، راهو ما يجيش حزب لطيف وأنت تشتح عليه بالطريقة دي باش تحط عليه ناس ما تجيش. قال لي أنا أنت قاعد تمارس عليا في الإرهاب وأنت كذا. يحب يعمل أندي تورنمون. أنا ما أعرف الأشخاص اللي معاه ناس ميليشيا معروفة في المنطقة الحزب هو بيدو معروف الشخص هذايا شنو يعمل في جماعة زيتونة. مبعوث ظهر بمهمة لتمييع التجمع هذا اللي هو تجمع شبابي من اجل مطالبه بمطالب وطنيه اللي هي مطالب وطنيه شرعيه ومشروعه يطالب نظام برلماني ايا كان موقفنا منها. الهدف منهم الهدف للاسف الشديد هذايا ما تتم مواصله للمؤامره في تشريك وضرب اي عمل
تحاول الشباب التونسي او الناس تحاول تتجمع فيه باش تبلغ مطالبها الوطنيه الاساسيه، بالضبط كيما الزيادات، كيما ضرب الاعتصام، كيما الطلبات الاجتماعيه، محاوله لافراغ المطالب الوطنيه من مفراغ الثوره من اي محتوى، بتحييدها وتركيزها على مطالب اخرى وتقسيم الشارع الى شوارع اخرى. هذه زادة من اسباب الامور الاخرى اللي اتت الى ضرب الاعتصام في ساحه الحكومه. الاعتصام في ساحه الحكومه تضرب لابعاد الناس عن المطلب الاساسي والمطلب الوطني، وهو المطالبه بحكومه انقاذ وطني ومجلس تاسيسي. الهدف منه شنو؟ الهدف منه تمييع الشارع وتحييده واخراجه، فهمتني ولا، من الوضع اللي هو فيه الى وضع اخر، الوضع اللي احنا فيه الان بذل البلبله، مطالب قطاعيه، مطالب مهنيه، وشكون وراها في كل تجمع، خاصه في المنطقه هذه نعرف برشا ظاهرين الناس كانوا في الشعب القديمه، فهمتني ولا، يعاقدوا للعباد باش يدفعوها الى المطالبه هذه. الناس البرشا اللي تمشي مثلا الولايات يجيو يبثوا لها معلومه غالطه، ايش يقول له راهو فما الولايه تفرغ في 30 دينار باش يهبطها، بعد ما يهبطها للعاصمه، فهمتني ولا، يتحرك بها كما يحب. نهار السبت هوني تجمع بدا عادي، ولكنه انتهى بمعيه ناس فصائل وناس، فهمتني ولا، ظاهره خريجين سجون، وناس، فهمتني ولا، تتحرك بطريقه عنيفه في اي محاوله لردعهم هل يعملوا فيه. قلنا لهم راهو ماهوش معقول، راكم انتوما توقفوا في المترو، والمترو في وسط عباد صغار ونساء راهم يبكيو، فما كان راعنا تدخلهم الا هجوم علينا وسبانا، وفي حاله هستيريه غريبه جدا، ثم ينتقلوا الى لوتيل الانترناسيونال، ونفس المردود اللي قاموا به يعطيونا 30 دينار. الاسف الشديد العمليه هذه هي عمليه لضرب الثوره هذه، لافراغها من محتواها، لابعاد تركيز الناس عن المطالب الوطنيه الحقيقيه، مطلب الاصلاح السياسي، مطلب الاصلاح السياسي، والمطلب تكوين حكومه وطنيه اللي تنبثق عنها مجلس تاسيسي على اساسه يقع تلقيح القانونيه والمجال الانتخابيه. هذا المطلب الاساسي اللي المجتمع حاولوا اغلب النخب الوطنيه يحاولوا يضربوها بخلق ابعاد اخرى للاضرابات، تكون اجتماعيه ولا انها اجتماعيه تكون شرعيه، ولكن تولي في مرحله غير مرحله البناء السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي، تولي مشكوك فيها ومشكوك بالاشخاص اللي يحاولوا يدفعوا لها. هوني الخطوره. المشهد اللي كنت سيادتك تصور فيه منذ قليل هو يتنزل في الامر هذايا. اي تجمع تحاول تعمله يا يحطوا لك فيه مندسين ولا يحطوا لك فيه ناس يحاولوا يميعوه ويقزموه باش اللي يتعدى ما يتعاطفش معاهم ولا ما يقعدش يسمع، او اقلهن يقول هيا ولات حزب لطيف، هوا ولات تشتيح، هيا ولات. هذا هو المغزى. رانا يا تونس لازم نكونوا واضحين، لازم نكونوا ردين بالنا مليح، لانه الوضع اللي نحن فيه الان وضع خطير ياسر، والوضع اللي احنا فيه يستوجب يقظه تامه، لان راهي الميليشيا متواصله، والميليشيا هذه واضحه شكون، ميليشيا امنيه، ميليشيا حزبيه، وبارونات القنوات الغير القانونيه اللي كانت موجوده وهي ترسانه قائمه الذات اللي تسيطر على جميع المسالك، الكونترا والمخدرات والحرقان. 4000 شخص اللي حرق راهو ما حرقش بطريقه هكاك، هذوكم الناس اللي مسيطرين على المسالك هذه في ظل النظام الاستبدادي ومنظومه بن علي. اليوم الاوردر بتاعها انها هي تعاود تبث الفوضى وتغرق الثوره في الفوضى هذه. هذا لازم نحضروا منه ونردوا بالنا منه. ايش قولك في الاعتصامات معناتها اللي قاعده توقع معناتها توا برشا معناتها الناس تقول معناتها راهو ضرب الاقتصاد، وش قولك فيها معناتها؟ الاعتصام لازم نفرقوا بين اعتصام سياسي منظم يطالب بمطالب معينه وبين مطالب قطاعيه مهنيه مدفوعين لها الناس، لانه الناس شي يهمها الناس وعيها متشكل في 23 سنه على الخبزه فقط. للاسف احنا الثوره ذي قمنا ثوره كرامه وحريه، وهذه الناس انضمت لها، ولكن قدرة النظام هذه باعتباره مركز بالماكينة بتاعه، قدرته انه يعبأ الشارع ويوجهه الى النقاط اللي هو كانوا يمنعوا منها. هو قبل في السابق كان يمنعوا باش يطالب بالزيادات ويطالب بالمطالب المهنية بتاعه، اليوم باش تلقاه هو اللي يدفع في الناس هذه، لانه مهمته تبريد
المسار الديمقراطي في البلاد ويعمل له ان بلوكاج. والمهمه الثانيه بث الفوضى والبلبله في عقول الناس وعدم الشعور بالامن. راهو ماهوش امر عادي انه حكومه الانقاذ الحكومه اللبنانيه بعد تشكيلها مباشره انتهت ما يعبر عنه السنايبر، توقفت السنايبر. هذا نفس الشيء، راهو ماهوش من الصدفه بعد الاعتصام مباشره تولي عصابات منتشره في البلاد. هذا هو ضرب الاعتصام، هو مخطط من ناس معينه تحمل قرار سياسي خفي، حرك في عصابات معينه من اجل تمرير مشاريع معينه وتقف حائل على كل تمشي ديمقراطي او محاوله لبناء مجتمع ديمقراطي او محاوله الى تركيز المجتمع الديمقراطي. تحب تبعدك على المطلب الاساسي والمطلب الوطني الهام اللي هو الواضح انه راهو الفصول اللي احنا امامها الدستوريه هي فصول لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي لانها فصول صاخه. نظام البائد نظام بن علي، ماهوش من الصدفه انه فصل 56 سي صادق بن عيد يتكلم عليه ثم يرجع يتكلم على 57 ثم في فصل 57 يجي يولي يتكلم على فصل 39. عمليه بلبله باش يحطك قدام ازمه دستوريه. الوغ اصعب الاشياء لازم مطالبه بحكومه انقاذ وطني لان قدام شرعيه جدا، هي شرعيه الانتفاضه الشعبيه، شرعيه الثوره. الدستور هذا انتهى اصلا شيء يقع التعليق به، وهذا ما غير الموقع في مصر. شنو الفرق بين مصر وتونس؟ بين مصر وتونس هما نخب سياسيه وكوادر ومجاميع منظمه ومهيكله قادره توجه الشارع الى مطالب الوطنيه. في تونس في ظل التصحر السياسي الموجود الشارع لقى روحه وحده، لقى روحه ماهوش فاهم شنو المطلب اللي لازم يرتقي له. حتى كي يتكلموا عن نظام برلماني ونظام رئاسي فرق بيناتهم، يقول لك نظام برلماني ولكن ماهوش فاهم ايش معناها نظام برلماني. هوني الخطوره. والاعلام الموجه يحب يقنع الناس انه والله الثوره هذه قاموا بها الشعب فقط، بس بدون الكوادر بتاعها باش يفك الارتباط بينه وبين الكوادر والنخب باش ما يقعش توجيهه توجه الصحيح. وهذه الخطوره الكبيره. انه الاعلام كنقولوا راه موجه ماهوش تجني على الاعلام ولا رجما بالغيب، ولكن الاعلام في المده الاخيره ركز بصوره معناتها كبيره ياسر على المطالب الاجتماعيه والاعتصامات وعلى الاضرابات. الوغ المطلب الاساسي هو مطلب اصلاح سياسي وبعد توجيه سيستم برودوي لوجيك، راهو المطالب وتحسين وضعيات الناس والترفيه في الاجور وتشغيل البطالين واخراج المساجين مطلب عاجل ليس احنا اليوم الصباح من 8 متاع الصباح واحنا بدرب السجون نشكو على المساجين يخرجوا متاع الشهر وشهرين ول10 و12 و15 سنه ما فمش منه حتى شيء. اليوم سجن برج الرومي في بنزرت تحرق 14 واحد موتى اليوم الصباح. وهي انسان في سجن المدني الناظور كسئناهم قالوا لنا ما فما حتى شيء. السجن المدني بالناظور ايه كسئناهم قالوا لنا ما فما حتى شيء. من الصباح واحنا نشكي قدام وزير العدل وما سمعنا حتى واحد. عندك شكون ما تعرفش؟ عندي راجل محكوم ب 12 سنه و6 اشهر معدي 11 سنه. نطلب من سيد وزير الداخليه ينظر لي، انا ما عندي لا باش ناكل لا باش نشرب لا حتى شيء. انا عاطله على العمل وراجلي مرهون في الحبس ما حشتي بشيء. خرجوا لي راجلي يخدم حتى الزبله ويوكلني ما حشتي حتى بشيء. وهذاك اللي نطلبه سيد وزير العدل.